هنتكلم في حاجتين النهارده ما لهمش علاقه ببعض بس مهمين جدا. ازاي تخس دهون صافي تماما وانت محافظ على الكتله العضليه بتاعتك، ايه المكملات اللي ناخدها وايه التمارين اللي نعملها وهنعمل الدايت شكله ازاي. وهقول لك في الجزء الثاني من الفيديو على 5 اسرار في منظومه الحرق غريبه وانت عمرك ما عرفتها قبل كده، وحاجات عبيطه جدا من ضمنها مثلا انك تقعد على كره اتزان. خليك معايا وشوف الفيديو ده للاخر، وشكرا جدا على دعمكم ليا ان احنا نرجع تاني نظهر على اليوتيوب. ولو الفيديو ده وصلك يا ريت تعمل لي لايك وتكتب لي كومنت بتاريخ اليوم وتبدا تقول لي ان حياتك هتتغير النهارده عشان الدايت للابطال وانتوا ابطال. وعايز كلمه الدايت للابطال دي تتكتب في كل الفيديوهات اللي هتشوفوها لي قبل كده، القديمه واللي جايه. يعني لو انت استفدت مننا ومبسوط بالمحتوى اللي احنا بنقدمه يا ريت تدخل تكتب لي على كل الفيديوهات القديمه ان الدايت للابطال عشان انت بطل. بص، انت اكيد سمعت ان انت لو خسيت كيلو واحد دهون صافي ده افضل بكتير جدا من لو انت خسيت 5 كيلو بس دهون على ميه على عضلات ومش هيبقى باين عليك. تعالى اقول لك ازاي نعملها بكل حاجه. ازاي تخس دهون صافي وانت محافظ على الكتله العضليه بتاعتك وانت جسمك مشدود. ازاي هنعملها بالمكملات الغذائيه، ايه الادويه اللي احنا هناخدها عشان الحركه دي تحصل. الدايت يبقى شكله عامل ازاي، التمارين بتاعتك تبقى عامله ازاي. ركز معايا لان دي هتفرق معاك، وكيلو واحد بس هتنزله اقسم بالله يبقى باين عليك، وخليك معايا وهتشوف. اول حاجه الدايت بتاعك. الدايت بتاعك هيكون هاي بروتين دايت، مش هينفع نقلل فيه البروتين. البروتين هي الماده اللي هتعمل ريكفري للعضلات وهي اللي هتغذي عضلاتك لما تتمرن. ورقم اتنين المكملات الغذائيه اللي احنا هناخدها، انا عاوزك تاخد الكرانتين. الكرانتين ده مهم جدا ان هو ينقل الاحماض الامينيه بتاعتك لطاقه، فتخلي جسمك يحرق من الدهون ما يحرقش خالص من الكتله العضليه. والسبلمنت اللي انا بفضله والامهات والابهات بيخافوا منه شويه، والناس بتيجي تقول لي طب ما تكتبه لي يا دكتور والنبي عشان بابا يقتنع، هو الكرياتين. الكرياتين مهم جدا لو احنا هنتمرن، والجزء بتاع التمرين اللي جاي له. لو احنا بنتمرن تمارين تحافظ على الكتله العضليه بتاعتنا فالكرياتين مهم جدا. رقم 3 فيتامين د. فيتامين د بيحافظ على ماسل ريكفري كويس قوي، ان يحصل استشفاء عضلي كويس قوي. والنقطه اللي بعدها الجلوتامين. الجلوتامين من الحاجات اللي مش واخده حقها في الماسل ريكفري. اي حد بيتمرن تمارين فيها شده عاليه فالجلوتامين هيكون مهم جدا جدا ان هو ياخده. فدي المكملات اللي احنا هنكون محتاجينها لو احنا بنعمل حاجه بنتمرن وبنحافظ على الكتله العضليه بتاعتنا وعايزين نخس دهون صافي. رقم 4 الابروتش بتاع اكلك. الصيام المتقطع هو افضل حاجه ان انت تحافظ على الكتله العضليه بتاعتك وان انت تخس دهون. وقلتها قبل كده بس انا هقولها تاني ليه بالظبط. الصيام المتقطع يحافظ على الجروث هرمون في مستويات عاليه. الجروث هرمون اللي هو هرمون النمو، اللي هو دوره الاساسي البناء العضلي وحرق الدهون. فالصيام المتقطع هيفيدك جدا جدا في النقطه دي لو احنا عملناها. الدايت زي ما قلت في اول الفيديو لو كارب، بناخد نشويات معقده وبناخد بروتين عالي. واوعى تنسى الدهون الصحيه. جسمك لما بياخد دهون صحيه بيطمن فبيحرق من الدهون العنيده بتاعته. دهون صحيه اللي هي زيت زيتون وزيت جوز هند ومكسرات. النقطه دي مهمه جدا، خد بالك منها. التمارين، وركز لي جدا يا صديقي. التمارين انا عاوزك تعمل او تعملي تمارين مقاومه. حتى البنات لازم تعمل تمارين مقاومه. تمارين مقاومه بتبدا من اول لو حاجه في البيت بوزن جسمك، او بتشيلي ازازتين ميه وانت بتعملي بيهم تمارين، او وات ايفر هتبقى عامله ازاي. او تروحي جيم. طبعا انا عاوز تروحي جيم الافضل وتعملي تمارين مقاومه في الجيم، بتلعبي حديد 3 ايام في الاسبوع. ولكن ودي نقطه مهمه جدا، الكارديو لما تلعبوه عشان نخس فلازم تبقى بكثافه قليله. كارديو يعني مش عاوز تنطيط كبير، مش عاوز بيربي كتير، مش عايز ساعتين عماله بترقصي. انا عاوز كارديو خفيف، مشي كده بس بتتمشي، لان هو ده اللي هيحافظ على ان جسمك ما يستهلكش من الكتله العضليه بتاعتك ويحرق دهون صافي. الكارديو افضل حاجه لو انت بتمرني تمرين مقاومه 3 ايام في الاسبوع، فيبقى بعد تمرينه المقاومه من 20 دقيقه ل 30 دقيقه كده على المشايه بنمشي مشي خفيف قوي. ولو انت بتتمرني في البيت او الكارديو هيبقى في ايام مختلفه فهيبقى ساعه برضه هيبقى مشي، ولا هو بطيء جدا ولا زي ما قلت لك ولا انت بتجري. فدي النقطه الرابعه او الخامسه تقريبا. قولي لي في الكومنتات والنبي، وقولوا لي هل حد قبل كده خس من الكتله العضليه بتاعته وكان باين عليه ولا لا. دي نقطه مهمه قوي. ركز معايا في الاخر. احنا قلنا عشان نعمل دايت صح وجسمك يستفاد، فمش الفكره كلها هو ايه الدايت اللي هعمله، لا، المنظومه كلها هتبقى عامله ازاي. خليك ذكي عشان دي المره الوحيده اللي هتنجح فيها في الدايت. وزي ما اتفقنا انا مش بس محمد عصام دكتور الدايت، انا صاحبك في الرحله. تابعني وخليك معايا وامشي خطوه بخطوه عشان دي المره الوحيده اللي هتفهم فيها بالظبط احنا عايزين نعمل ايه وازاي نخلص الموضوع ده للابد وما ترجعش تاني. وخليك فاكر ان يمكن الخناقه صعبه بس انا معاك وهسهلها لك، والدايت الابطال. هقول لك 10 حاجات بتزود منظومه حرقك انت ما عرفتهمش قبل كده وما سمعتش عنهم، او في الاغلب في 8 منهم انت مش عارفهم قبل كده وما سمعتش عنهم قبل كده.
الفيديو ده بتصور ساحة الشروق في سينا. فانا صاحي الصبح النهارده بدور على ده، ايه النقط اللي بتزود الحرق اللي الناس مش عارفاها وما سمعتش عنها قبل كده ومش معتاده يعني، وحتى انا ما قلتهاش في فيديوهات قبل كده. فركز معايا في ال10 نقط دول وخليك معايا لاخر الفيديو عشان هفهمك حاجه فيهم مهمه قوي. اول نقطه يا صديقي انك تعرض جسمك للبرد الشديد. البرد الشديد، الحمامات اللي هي التسقيع دي، الحمامات اللي اللعيبه بتبقى فيها، لان جسمك بيحاول يزود درجه حراره الجسم الداخليه عشان يديك درجه الحراره اللي جسمك محتاجها 37 بقى ولا وات ايفر، فتخلي جسمك يعمل الحركه دي، فبيزود منظومه الحرق بتاعه عشان يوصل لدرجه حراره جسم داخليه ملائمه شويه. دي النقطه الاولى. النقطة التانية انك تتنفس من مناخيرك بس، لان لقوا ان ده بيستهلك اكسجين اكتر، which is ان ده مهم جدا في زيادة عملية حرق الدهون بعد كده. استهلاكك من الاكسجين ده بيساعد ان انت تستخدم دهون بصورة افضل بعد كده. النقطة التالتة ان انت تنام في اوضة ضلمة تماما، عتمة مفيهاش شعاع كده، ضلمة تماما تماما وقت طويل وقت الليل، عشان طبعا زي ما قلت قبل كده في فيديو، الميلاتونين لو هو بيتفرز عندك بصورة طبيعية منطقية ده بيعزز من حرقك للدهون، وبيعزز من تقليل الكورتيزول الهرمون اللي هو لو عالي فتلاقي عملية حرق الدهون بتقل معاك. فدي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة انك تقف على رجل واحدة فترة طويلة جدا، لان ده بيخليك تحاول توازن نفسك، فلما بتوازن نفسك بتستخدم عضلات اكتر، لما بتستخدم عضلات اكتر فجسمك بيعرف ان انت بتتعرض لمجهود اكتر من العادي، فبيحافظ على الكتله العضليه بتاعتك وبيحرق دهون اكتر. النقطه اللي بعدها قريبه منها، ان وانت شغال ده طبعا يعني مفيش حد يعمل كده قوي، تبقى بتقعد على كره التوازن مش على الكرسي بتاعك. لو انت شغال فتره طويله، الناس اللي هي فريلانس ولا وات ايفر عارفين كره التوازن، انت قاعد عليها عشان توزن نفسك، انت مشغل عضلات الكور، بطنك والجناب وظهرك. فعشان تحافظ اصلا على عضلات الكور ده بتبقى محتاج مجهود اكبر بكتير قوي من المعتاد. فعضلاتك لو هي بتشتغل بتحتاج اي تي بي اكتر اللي هي وحده الطاقه، فده بيزود الحرق. فدي نقطه والله انا فكرت ان انا ممكن اعملها، لان انا بشتغل اونلاين وقت طويل قوي، ان اجيب الكوره بتاعت الكور دي، الكوره بتاعت التوازن، واقعد عليها وانا شغال. بص النقطه اللي بعد كده هي غريبه بس هي يعني اكيد انت عارفها. افرك. افرك، هو ده اللي قاله يعني. افرك زي ما انا بفرك دلوقتي كده، استغل اي وقت ينفع تمشي فيه او تعمل فيه مجهود اكبر شويه اعمله. عايز تشحن موبايلك، حاول تبقى الشاحن في اوضه تانية فتروح تجيبه. بعد ما تاكل، بعد ما تفطر، بعد ما تتغدى، بعد ما تتعشى، بعد ما تاكل اي وجبه، قوم اعمل اي مجهود بدني شويه، تحرك شويه، اي حركه عبيطه كده زي دلوقتي اللي انا بعملها دي ملهاش اي معنى، بس قوم اتحرك شويه. النقطه بقى المهمه بس دي مش معايا هنا، انك تاكل لبان. لبان اللي هو مفيهوش اي سكر، لان ده بيستهلك سعرات اكتر مش محسوبه. حتى لقيت ده اللفظ مش محسوبه دي يعني انت مش مدركها، عمال تعمل مجهود على فترات طويله. فالبان اللي اسمه ايه، البان الدكر والبان السماره والحاجات اللي هي مفيهاش اي سكر خالص دي، ده برضو حاجات من الحاجات الغريبه اللي ممكن تزود منظومه حرقك للدهون على فترات طويله، فدي ممكن تستخدمها. في الشتاء بيقول لك برضو انك تستخدم البهارات اللي هي الحراقه وتضيفها للشاي. طبعا مش هضيفها للشاي، ضيفها للشوربه يعني. وانا شايف كده، طب ما نضيفها للشوربه يعني، نضيفها للشاي ليه؟ ده بيزود برضو درجه حراره جسمك الداخليه، الانترنال تمبريتشر. افتكر اي حاجه كانت حراقه وبتاع قوي وبتاع بتصهدك كده، درجه حراره جسمك الداخليه لما بتزيد ازاي؟ عن طريق ان هي بتاخد الاي تي بي اللي هي وحده الطاقه، في الاغلب هتاخدها من الدهون او تاخدها وات ايفر، بس ده هيزود منظومه حرقك بعد كده. لقوا برضو ان الزبادي من ضمن الحاجات المهمه، لان لو انت عندك مشكله في جهازك الهضمي، فالبريبيوتيك اللي هو موجود جوه الزبادي، البكتيريا النافعه، بتحسن من حركه الامعاء بتاعتك وبتحسن من هضمك للاكل، وده بيحسن منظومه حرقك بعد كده. فتبقى دي برضو حاجه مهمه جدا ممكن نستخدمها وتبقى حاجه بسيطه. في الاخر الفيديو ده مش هقول لك فيديو لايت يعني، ان دي مش حاجات مؤثره قوي في منظومه حرقك زي ان انت تاكل غلط او تاكل صح، بس في الاخر دي نقطه انا حبيت اشاركها معاك وعرفتها، صحيت عرفتها وقعدت اعمل سيرش كده على ايه النقط اللي ممكن تكونوا مش واخدين بالكم منها، ايه النقط اللي انا ما اتكلمتش فيها قبل كده، ايه النقط الغريبه شويه. فانا بجيب لك الغريب والجديد يا صديقي، فخليك معايا وتابعني في الفيديوهات اللي جايه، لان صدقني انا بتعب وعايزك تتعب معايا عشان احنا الاتنين هنوصل، عشان احنا اتفقنا ان ممكن تبقى خناقه صعبه بس الدايت للابطال وانت بطل. انا مفكر ان ريحه الدايت يعني صعبه، فخليك عارف ان صلاح جاهين بيقول انا اللي بالامر المحال اختوى، شفت القمر نطيت لفوق في الهوا، طلته ما طلتوش ايه انا يهمني مادام قلبي بالنشوه ارتوى. وانا اعتقد انك لما شفت الفيديو
حسيت ان في حاجات ممكن تعملها تزود حرقك، انا ممكن اخس دهون صافي واحافظ على الكتله العضليه، ممكن النهارده هو اليوم اللي اتغير فيه كل حياتي. عشان دكتور محمد قال لي ان انا مش بس دكتور دايت، انا صاحبك في الرحله. واوعى تنسى ان الدايت للابطال.